السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا جولة النهاردة نوريكم ونفرجكم على التماثيل الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير. الدرج الكبير اللي هو طالع من البهو من المدخل على القاعات، عليه مجموعة من التماثيل الضخمة الكبيرة اللي شكلها جميل جدا، زي ما احنا ماشيين كده قدام منكم وبنفرجكم بالكاميرا كده بالتصوير البطيء بالراحة. نقف قدام التمثال، هما كام تمثال كده على الدرج طول ما احنا ماشيين، حوالي مثلا 5 6 حلوين. طبعا درجة الإضاءة والتصوير من داخل المتحف المصري الكبير. ده الدرج أنا واخده وأنا نازل عشان أعرف أصور لكم أنزل بمستوى إيه في التصوير على التمثال. يا ريت يعني ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك واشتراك، لأن بيساعد في انتشار القناة، وربنا يسترها معاكم دنيا وآخرة. زي ما احنا شايفين كده بنحاول نوضح ونقرب الصورة للتماثيل الكبيرة والضخمة اللي محطوطة على الدرج بعرض ممتاز جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، حاجة نحت ممتاز جدا جدا، حاجات قيمة. المصريين القدماء دول حاجة جامدة جامدة يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهو، كده خلاص وصلنا اهو. في الاخر عرضنا مثلا 3 تماثيل، وفي حوالي 6 7 ما عدتهمش بالظبط، بس اهوت زي ما انتوا شايفين. طبعا اخر درج خالص تحت لو لفينا بالكاميرا هنلاقي تمثال رمسيس، اللي هو التمثال الكبير اللي انا صورته لكم قبل كده اهو. زي ما احنا شايفين في تماثيل جالسة وفي تماثيل واقفة، كلها تماثيل ضخمة من الحضارة المصرية القديمة، سواء من العصر الدولة القديمة او الدولة الوسطى او الدولة الحديثة. يعني فيهم مثلا تمثال للملك خفرع، وفيهم برضو بعض التماثيل للملك منقرع. في تماثيل من الدولة الوسطى وفي تماثيل من الدولة الحديثة في عصر الدولة الحديثة اللي هي الأسرة 18 و19 و20 و21، عصر الأسرات. طبعا لما نقول الدولة القديمة معناها احنا بنتكلم عن الأسرة الثالثة والرابعة والخامسة، والدولة الوسطى اللي هي الأسرات من أول ال9 لغاية ال14. فاحنا بنحدد كده يعني. طبعا في أسرات ما بنجيبش كلام عنها كتير لأن الآثار بتاعتها قليلة جدا، وفي أسرات مشهورة في التاريخ المصري القديم. المصريين القدماء كانوا مبهرين في النحت والتحنيط. يا ريت مش تنسونا بلايك واشتراك، وإلى لقاء آخر.